ايه اللي هيحصل لو بعت المنتج بتاعك لشخص واحد بس؟ لو انت لسه بادئ البيزنس بتاعك جديد الطريقه دي هتكسبك دهب. انا هفرض سيناريو دلوقتي انك دكتور تغذيه مثلا، بدل ما تحاول ان انت تبيع الخدمه بتاعتك للي عايز يزيد وزن وللي عايز يخس وللامهات وللرجاله وللشباب الصغيره ولكل الناس مره واحده، وما يبقاش عندك حد معين انت قادر ان انت تخاطبه، فانت هنا بتختار شخص واحد، بمعنى صفات معينه ممكن تكون موجوده عند فئه معينه صغيره جدا من الناس اللي انت ممكن تستهدفها، بمعنى انك تضيق دايره الاستهداف، وبدل ما تخاطب كل الناس دي مره واحده انت هتخاطب نوع واحد بس. النوع ده مثلا هيكون نوع بيواجهه مشكله واحده بس، هو مثلا حد منضم حديثا للجيم وبيحاول ان هو يزيد وزن ويظبط الفورمه بتاعته، فانت هنا بتخاطب عدد محدود من الناس عندهم نفس المشكله اللي الحل بتاعهم هيكون اسهل عليك. انت هنا بتخاطب فئه محدوده من الناس ولكن عندهم نفس المشكله، فتقدر لما تعمل لهم اعلان ان انت تخاطبهم بلغه سهله جدا. ببساطه لو بدات الفيديو بان انت تقول له خلي بالك لو انت لسه بادئ في الجيم جديد وبتحاول ان انت تزيد وزن، فانا عملت الخطه الفلانيه للاشخاص اللي قبل كده، فانت تقدر ان انت تشترك معايا بالطريقه الفلانيه، بوم انت كسرت الدنيا، عدد كبير من الناس ديت هيشترك معاك. دايما وانت بتبدا بزنس جديد حاول ان انت تخاطب شخص واحد بس وتبيع المنتج بتاعك للشخص ده بس، وفي المرحله الثانيه بتاعه تطور البيزنس ديت تحاول ان انت توسع الدايره بتاعتك.